بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح أعطي شرح لدرس للصف السادس. درسنا هو التمثيل البياني بالخطوط. في التدريب التالي لدينا جدول يمثل فيه السطر الأول عدد أيام الأسبوع، وفي السطر الثاني عدد الوجبات المباعة في أحد المطاعم خلال أيام الأسبوع، فمذكور 34 32 30 31 40 38 36. المطلوب مثل الجدول السابق بالتمثيل البياني بالخطوط. في البداية راح يكون عندنا نحن شبكة وموجود فيها محور أفقي ومحور شاقولي. على المحور الأفقي مكتوب أيام الأسبوع بدءا من يوم الأحد من جهة اليسار حسب ما هو الجدول موجود، فإذا الأحد الاثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت. وعلى المحور الشاقولي موجود الأعداد اللي هن 0 30 مقسمة 2 2، ولكن 30 بداية 32 34 36 وهكذا إلى 40، وهنا مكتوب عدد الوجبات. ناخذ في البداية نحن النقطة اللي راح تكون عندي الأحد 34، فإذا الأحد هذا الأحد نصعد إلى 34 ثم نضع النقطة هنا. نضع النقطة في هذا المكان. هذه النقطة الأولى التي تمثل مبيعات يوم الأحد 34 وجبة. يوم الاثنين في عندي 32 وجبة، فإذا أضع النقطة هنا في هذا المكان، فإذا هذه يوم الاثنين وجبة 32 وجبة. يوم الثلاثاء 30 وجبة، يوم الثلاثاء 30 وجبة في هذا المكان. هذا يوم الثلاثاء أنظر إلى 30 وأضع نقطة في هذا المكان. يوم الأربعاء 31، فإذا أربعاء 31 ما عندي 31، فبلاحظ أنه 30 و32 في المنتصف هي 31، فأضع النقطة في منتصف المسافة. يوم الخميس عندي 40 وجبة، فإذا 40 وجبة في هذا المكان أضع نقطة يوم الخميس. يوم الجمعة 38 وجبة، فإذا في هذا المكان 38 مقابلة ليوم الجمعة على المحور الأفقي و38 على المحور الشاقولي، فأضع النقطة في هذا المكان. ثم يوم السبت 36، فإذا هذه النقطة 36 مقابلة ليوم السبت، فنضع هذه النقطة. الآن نبدأ برسم الخط بالمسطرة بالتتالي من النقطة الأولى إلى الثانية، ومن الثانية إلى الثالثة، ومن الثالثة إلى الرابعة، من الرابعة إلى الخامسة، من الخامسة إلى السادسة، من السادسة إلى السابعة بهذا الشكل. بهالشكل هذا بنكون حصلنا على التمثيل البياني بالخطوط لهذا الجدول. التدريب التالي عم يقول لي الجدول أيضا هنا يمثل عدد زوار معرض في أسبوع. أيضا أيام الأسبوع موجودة وعدد الزوار موجود بهذا الصف، فإذا هنا عدد الزوار وهنا الأيام. طبعا عم يقول لي مثل الجدول السابق بالتمثيل البياني بالخطوط. عندنا الشبكة ومحور أفقي ومحور شاقولي. على المحور الأفقي أيام الأسبوع، وعلى المحور الشاقولي التقسيم 0 20 40 60 إلى 120، وهنا مكتوب عدد الزوار. يوم الأحد 100 زائر، فنضع نقطة عند يوم الأحد مقابلة للعدد 100. ثم يوم الاثنين عند العدد 90، فإذا هذا الاثنين ما في عندي 90، ما بلاحظ 90 عندي موجود، ولكن 100 وفي عندي 80، فأضع النقطة في الوسط، فإذا في هذا المكان أضع نقطة مقابل منتصف المسافة بين 100 و80. يوم الثلاثاء بلاحظ أنه 50 غير موجودة، فإذا أيضا أضع في منتصف المسافة هنا نقطة تقابل 50 في منتصف المسافة بين 40 و60. يوم الأربعاء عندي 60، فإذا أضع النقطة 60 موجودة، أضع النقطة في هذا المكان. يوم الخميس عندي 80، فإذا أضع النقطة في هذا المكان. لاحظ أن يوم الخميس 80 زائر. يوم الجمعة
يوم الجمعة 90 غير موجودة، أرجع أنا أضع شو بمنتصف المسافة بين 80 و100. يوم السبت 120 أضع نقطة مقابلة لل120 والسبت، ثم أصل بالمسطرة، أضع المسطرة وأصل بين النقاط من النقطة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى آخر نقطة بهذا الشكل. لاحظ أن عم وصل وحدة تلو الأخرى، فأحصل على التمثيل البياني بالخطوط. عندي في التمرين التالي التمثيل البياني يبين درجات الحرارة العظمى خلال 6 شهور في إحدى المدن. لاحظ في عندي الشهور 1 2 3 4 5 6 شهور، هنا الشهر وهنا درجات الحرارة. التقسيمات 0 8 16 24 32 40. السؤال الأول: أي الشهور فيه أعلى درجة حرارة؟ أي شهور؟ أنظر إلى أعلى درجة حرارة. أعلى درجة حرارة تقابل الشهر آب، فإذا أكتب شهر آب. باء: أي الشهور فيه أصغر درجة حرارة؟ أصغر درجة حرارة أنظر إلى أصغر درجة حرارة. درجات الحرارة هنا 16، أصغر درجة حرارة هي في شهر كانون أول. ما الفرق بين درجتي الحرارة بين شهري تموز وتشرين ثاني؟ تموز طبعا نلاحظ أن تموز 32 درجة، وتشرين الثاني هنا في منتصف المسافة يعني 20، فإذا في منتصف المسافة بين 24. كيف بدي أحصل عليها؟ بلاحظ أنه 16 و 24 الفرق بينهم 8، إذا طرحناهم بيطلع 8، نصها 4، وضيفها على 16 تصير 20، فإذا هاي 20 وعندي 32، أطرح 32 ناقص 20 فيكون الناتج 12 درجة. بهالشكل هذا بنكون نحن نهاية شرح درس اليوم. تابعونا على الفيسبوك الماهر في الرياضيات للمناهج السورية.